السكيرت ستيك. هي قطعة لحمة حلوة قوي رفيعة، ما بتاخدش وقت خالص في السوا، بتبقى من البطن ولحمة ذا ميت فارم تجنن، لازم تجربوها. والوصفة دي على فكرة على طريقة الاونر اوف ذا ميت فارم. بصوا اللحمة بتبقى قطعة طويلة كده، انا قسمتها بس على نصين، ممكن تقسموها تخلوهم يقسمها لكم على اكتر. ولحمة ميت فارم تجنن، انا عامله لكم منشن في البيج عليها. والمقادير بسيطة، استخدمت خل بلسمك بتاع اليمامة حلوة قوي، ممكن تستخدموا اي نوع تاني كمان حلو. والديجون ماسترد بتحليها جدا، اللي هي بتبقى بالحبوب اللي هي دي. ممكن تستخدموا مستردة عادية زي ما تحبوا، توم وزيت زيتون، والمقادير كلها قدامكم دلوقتي. وعسل، العسل بيحلي جدا اللحمة وبيخليها طعمها تحفة. هناخد بقى كل المقادير دي كلها وهنحطها في زيبلوك باج زي الكيس كده او اي كيس عندكم. هنحط معلقة كبيرة من صويا صوص، ممكن تستخدموا اللايت او الدارك، انا بحب اللايت اكتر. معلقة كبيرة من البلسمك فينيجر اللي هو الخل البلسمي زي ما قلت لكم عليه، وممكن تستخدموا اي نوع. 3 معالق كبار زيت زيتون، 3 فصوص ثوم مفروم، معلقة صغيرة من الديجون ماسترد وممكن مستردة عادية زي ما تحبوا، معلقة كبيرة من العسل بتخلي طعمها حلو زي ما قلت لكم. هنقفل الكيس وندعكه كده، نقلب كله بايدينا كده زي ما انتم شايفين. وهنحط اللحمة بقى تاخد غطس في التتبيلة الحلوة دي، وهنسيبها على الأقل 3 ساعات، ولو من بالليل طبعا أحسن بكتير. اوكي، كل ما تقعد بتبقى جوسي وطعمها حلو وكل حاجة تمام. نقعد نعمل لها مساج كده، ولازم ندلع اللحمة عشان تدلعنا. دلوقتي هسيبها في التلاجة على الأقل 3 ساعات، أو من بالليل زي ما قلت لكم بتبقى أحسن. وده بقى اللي يجنن من عند ياسمين الصاوي ارت، وعامله لكم منشن في الكابشن، شوفوا حاجتها تحفه. خلاص اخدت وقتها في التتبيله، نشفها كويس قوي بالكلينكس، والحله الاي ام تي طبعا انا بموت فيها. هحط مكعب زبده يسيح حلو كده، ومعاه نقطه زيت بس عشان الزبده ما تتحرقش. هنحط بقى اللحمه الحلوه دي على كل ناحيه حوالي 3 دقايق ماكسيمم، لان قطعه اللحمه رفيعه جدا مش تاخد وقت ابدا في السوا. طبعا لو عايزينها ويل دان بقى طبعا بقى ايه يعني، عيشوا حياتكم. دلوقتي احط عليها ملح وفلفل وخلاص استوت. ما بتاخدش اكتر من كده، لان السكيرت ستيك ما بتاخدش وقت في السوا. اول ما تطلع لازم اغطيها كده 5 دقايق ترتاح. القطعة التانية تبلها بملح وفلفل، ومفروض ادعكها كده، يعني المرة اللي فاتت نسيت. ونحطها نفس الكلام. يلا ادخلي بقى ادخلي. وبعد كده هنعمل نفس الكلام على كل ناحية 3 دقايق ماكسيمم. ولازم ندي بوسه للاكل، كيس دكوك. هنشيل الغطا ونحطها على الطبق الحلو ده. قدمت معاه بس سوتيه، وشايفين ملبن، حته لحمه ملبن. طبعا دي ميديم ويل دان. ماي ما اخدت الحته التانية اديتها ميه، لو انتوا عايزينها بقى تهروها. الف هنا.